تقول هذه عبادة أم جعفر بن يحيى البرمكي طبت على الرشيد وطبت عليه بحالة مزرية، حالتها وملابسها. التفت له قالت له: فرحك الله بما آتاك وأعلى كعبك، فلقد حكمت فقصدت. تغير وجه الرشيد، انفعل من طلعت. قال له واحد من ندمانه، قال له: يا أمير المؤمنين شو تغير وجهك عليه؟ من قال له: أنت ما تعرف هايش قالت هاي تقول لي فرحك الله بما آتاك، كأنه تذكرني بقوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. تقول لي تدعو لي أن يأخذني الله، هاي وحدة. وثانية تقول لي أعلى كعبك، اللي يعلى كعبة هذا المشنوق اللي يعلقوه، نعم كعبة يرتفع عن الأرض. والثالثة تقول لي حكمت فقصدت، تأشر إلى الآية: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هاي تذكر أرعبته، تقول له أنت لما اقتصيت ما كنت عادل بالقصاص، يعني هذا الرجل أساء لك وفرض جعفر، انت قتلته، أسرة كلها تنقتل، شنو ذنبها؟ أسرة كلها تتعلق على أطراف الجسر، شنو ذنبها؟ ليش يعني مثلا بيوت كلها بأجمعها تصبح تنتقل لها المسؤولية الجنائية واللي مرتكب الجريمة واحد؟ يعني هذا عندنا تاريخنا معظمه من هالنوع، يعني تاريخ عجيب غريب، تاريخ غريب. يعني أأكد لك يعني أن بين يدي الله موقف عجيب. فأرجع للموضوع.